السلام عليكم وحلقة جديدة هنا في القناة. قاعدين بعد الفطار كده ومتقلين في الفطار وماسكين كوباية الشاي وبنحلي بالكنافة والبسبوسة والقطايف. لقينا القاهرة 24 بتطل علينا بخبر، ألا وهو زيزو في النادي الأهلي لمدة 4 سنين. طيب، بهدوء وكل هدوء خالص كده بقى على جنب ونتكلم كده برزانة عقل. طيب يا جماعة الخير، زيزو لاعب كبير جدا والاهلاويه قبل الزملكاويه عارفين ده، بس بيقللوا منه عشان اللاعب يقع، لهم عارفين نجوميه او حجم جماهير الاهلي اكتر من جماهير الزمالك، فصوتهم اعلى من جمهور الزمالك. لكن خلينا واضحين ان الاهلي حاليا بقى بيفضي الزمالك من نجومه زي ما كان بيعمل مع الاسماعيلي زمان. طب هل ده من خطه كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسين لبيب؟ طب يا كابتن حسين، انت جيت شهر 6 اللي فات ما بعت زيزو ليه؟ اقول لك انا، لان الراجل اتضغط عليه من جنبين. جاني جنب بتاع ميدو. الراجل ده كان في اعلام وقتها، ما كانش لسه بقى في المنصب اللي هو فيه دلوقتي. فالراجل جه قال يا باشا ما تبقاش زيزو وابن عليه. طب جه بنى عليه وجاب لعيبه كويسه زي تايج وعبد الله وناصر والناس دي كلها. طب انا فرقه، طب نحافظ بقى على اللعيبه دي ونعمل لها عقود جديده ونعلي شويه من عقودها. ان طبعا واحد زي حسام عبد المجيد ده النهارده في حلقه رامز قال لك باخد 1.5 مليون. الله اعلم بيتكلم جد ولا غلط، لكن هو مش من يعني مش هيكذب، هو مش هيقول الحقيقه. لكن خلينا متفقين ان زيزو مش راح الاهلي. اه في تفاوض وفي وكلاء قعدوا، لكن ده في الاخر وكلاء قعدوا مع نادي ونادي قعد مع وكلاء والدنيا ماشيه بين الفرقتين. لكن مش هقول لك بقى زيزو ما يروحش، لا انا خلاص انا بقيت راجل، بقيت ملسوع. مش هقول لك من واحد ولا اتنين، لا انا اتلسعت. نعد مع بعضينا كده بقى اللسعه، يعني ملهاش اول من الاخر. جمال عبد الحميد، معاك اينو، معاك جمال حمزه، معاك اسلام الشاطر، معاك كمان مؤمن زكريا، معاك ياسر ابراهيم، معاك عمر كمال، معاك بن شرقي. معاك لعيبه كتير، معاك لعيبه كتير كانوا في الزمالك وراحوا الاهلي. دلوقتي بقى احنا انتقلنا من العصر ده ورحنا لعصر ان الاهلي بياخد لعيبه من جوه نادي الزمالك. ان هو كان دول مثلا كان بيعمل لهم كبار وبياخدهم من فرقه بعد ما مشوا، لكن حاليا دول بقوا يروحوا من الاهلي، من الزمالك اسف للاهلي. طيب، انا من وجهة نظري شايف ان هو ممكن تكون صعب. ليه؟ الراجل دلوقتي بقى السادس الهدافين التاريخيين للزمالك، دي محدش عارف يوصل لها من الجيل الحالي. آه ما اعرفش بصراحة، يعني القاهرة 24 دي برضك كانت نزلت علينا بخبر ان احمد فتوح في النادي الاهلي. احمد فتوح راح النادي الاهلي يا جماعة؟ ازاي ده الراجل لسه معاه في العقد بتاعه؟ لا، احمد فتوح راح النادي الاهلي ايام الخناقة اياها بتاعت اللعيبة خرجت من النادي وجدد مع، فاهم الحدوتة اللي كانت حاصلة من مرتضى وفتوح. فالحدوتة دي أثرت على الزمالك، لكن زيزو مش رايح الأهلي. كلمة واحدة وصريحة. اه إغراء كبير جدا من إن هو يلعب كأس عالم، وده بصراحة حقه مشروع لو الراجل مشي. لكن في جلسة خلال ما يرجع الزوم المنتخب لمدة أسبوع، هنشوف وقتها مع ميدو هيكمل ولا لأ، والنادي هيعرض. هنشوف اللي هيحصل الفترة الجاية. السلام عليكم وحلقة جديدة مع بعض.